مع حضراتكم أمل محمد، تيم ليدر من شركة KHL مستشارك العقاري. هنتكلم عن منطقة أو مدينة الشيخ زايد الجديدة. مدينة الشيخ زايد الجديدة مساحتها 21,000 فدان، المرحلة الأولى بس على مساحة 8,000 فدان. المنطقة دي مهمة جدا. ليه مهمة؟ أولا موقعها، المنطقة دي هي موجودة ما بين محورين مهمين جدا، طريق اسكندرية الصحراوي وطريق الضبعة، وقريبة جدا من وسط الدهشور. تاني حاجة، المنطقة دي فيها أهم وأكبر مطورين العقاريين اللي موجودين في مصر بشكل عام، زي أعمار، زي تطوير مصر، سودك وأورا. فهو فيها مشاريع كتير جدا موجودة، وبلس كمان المشاريع دي كومنتي بتاعها عالي قوي، سواء في الفلل او الشقق السكنيه، وهي اصلا اغلبيتها فلل. حضرتك بتكون قريب من كل الخدمات الترفيهيه والملاهي اللي ممكن تكون متواجده حوالين المنطقه في مدينه الشيخ زايد القديمه. بالظبط هم حوالي 4 مشاريع دلوقتي اللي موجودين على طريق اسكندريه الصحراوي: تطوير مصر لمشروع ريفرز، ومشروع دي جويا لشركه تاج مصر، ذا ستيت سودك، وكمان مشروع نايا ديفلوبمنتس. على طريق الضبع في طبعا اورا، وفي بيلفي اعمار، وفي سودك برضو موجود. فاوريدي المنطقه كمان ما فيهاش فرايتي كتير، بلس الاسعار فيها والبيمنت بلان حلوه جدا. يعني منطقه راقيه، منطقة قريبة جدا برضو في سهولة المواصلات بالنسبة لأكتوبر، بالنسبة للشيخ زايد القديمة، حواليها كل الخدمات المتاحة. كمان أنظمة السداد بتوصل ل9 سنين و8 سنين اقساط متساوية من غير فوائد. الأسعار برضو كويسة، سواء في الشقق السكنية المتواجدة أو في الفلل فرايتي كتير ما بين تاون هاوس، توين هاوس، ستاند الون، وكمان في فلل متشطبة، والشقق كمان برضو بتكون متشطبة. فلسه حضرتك برضو المنطقة بما ان هي جديدة عليها، لسه فيها مشاريع بتتم طرحها، لسه في كمان مشاريع هيتم طرحها غير المشاريع المطروحة حاليا. يعني دلوقتي حاليا في مشاريع مطروحة، المشاريع دي نازله بسعر متر معين. شفت حضرتك كده فكره العاصمه الاداريه الجديده؟ العاصمه الاداريه الجديده من 3 سنين كانت لسه بتطرح في اوائل المشاريع، دلوقتي حاليا في فرق كبير جدا في سعر المتر، سواء في الشقق السكنيه او في الفلل. كمان أنظمة السداد بدأت إن هي بدل ما تبقى 12 سنة أو 10 سنين بدأت تقل تبقى 6 سنين. نفس الكلام برضو في أي منطقة بتكون جديدة، بيكون الأسعار المتر فيها ما بتكونش ارتفعت قوي، في نفس الوقت أنظمة السداد بتكون مرنة. أنا حبيت إن أنا أتكلم عن الشيخ زايد الجديدة واديها حقها شوية، ولو حضرتك محتاج أي حاجة أو محتاج أي استفسار هناك بخصوص المنطقة، تقدر تكلمني على رقمي اللي موجود قدام حضراتكم. شكرا.